ارجع والتقي عبد الكريم الجاسر مدير المركز الاعلامي وعضو مجلس اداره نادي الهلال. اليوم تلعب مباراه امام الفتح. بالتاكيد المباراه اللي فاتت استنزفت منك الشيء الكثير، جهد اعلامي جماهيري، تقابل النصر، تخرج من النصر بنتيجه ايجابيه 3-0. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك انه الفتره الماضيه يعني كانت فترة مهمة للفريق، وبالتالي حرص مدرب الفريق على أن يمنح اللاعبين إجازة يومين بعد مباراة النصر، وهذا الشيء اللي يمكن يعيد لهم نوع من الحيوية ويريح اللاعبين والمجموعة بشكل عام. ولذلك شاهدنا التمارين في اليومين الماضية يعني كانت تصير بشكل جيد واللاعبين على مستوى جيد بعيدا عن الإرهاق وبعيدا عن يعني التوتر او اي شيء اخر. وبالتاكيد ان نتيجه الفوز امام النصر تعطي اللاعبين والفريق راحه تساهم ان شاء الله انه يدخل مباراه اليوم بتركيز كامل وسعي نحو تحقيق الفوز رغم يعني صعوبه وقوه الخصم. كنت يعني انت حاضر في المؤتمر الصحفي اللي عقده اسامه هوساوي يتحدث فيه عن امور الكثير من الإعلاميين يرون أنه ما حط النقاط على الحروف 100%، لكن في المقابل رجع الموضوع وصار هو الشغل الشاغل للكثير من الإعلاميين. حتى توماس دول في المؤتمر الصحفي اللي يسبق هذه المباراة يتحدث عن أنه والله أنا ما أفكر في رحيل أسامة ولم أجهز ولا أبغاه يرحل. نعم، هو شوف الشيء الأكيد أنه الجميع يعني أنه اللاعب عقد حينتهي يتساهل معه في مسألة الاحتراف الخارجي، لأنه هذا الأمر أولا ينعكس على اللاعب وعلى كرة القدم السعودية. ثانيا أنه أنت اللاعب يعني إحنا ننظر له كلاعب هلالي ولا زال لاعب هلالي، حتى لو انتهى العقد هو لاعب هلالي سيذهب إلى تجربة نتمنى له التوفيق فيها. إذا وفق في الاستمرار كان بها، ما وفق فهو يظل يعني لاعب هلالي وسيعود يوقع الهلال بنفس العرض المقدم له. بالتالي بالنسبة لنا يعني الكرة في ملعب مساوي، والفريق يعني دائما الحمد لله لا يتأثر بأي لاعب ويقدم يعني في كل مرة يقدم لاعبين جدد ومستويات جيدة ويتجاوز أي غياب مهما كان حجمه. أبو يزيد ما كان سر، الكل يعرف أنه إيمانه خالف تعليمات المدرب وما كان منضبط من حيث تعليمات المدرب، وبالتالي المدرب استبعده عن مباراة مهمة ومباراة ثقيلة قدام النصر. وبعد كذا في المؤتمر الصحفي حضر وقال أنه إيمانه حيكون موجود، أساسي مش أساسي هذا لكنه يضعه في القائمة الأساسية. يعني خلينا نقول العقوبة كانت في تقديرك كافية انه لاعب محترف بحجم إيمانه، واحد من افضل 10 لاعبين يصنف في الدوري الاسباني الموسم الماضي، كافية انك تغيب مباراة وبعدين ترجع اساسي؟ والله شوف، هي يعني يجب ان يعرف الجميع ان العقوبة اللي اتخذت هي ضاع اللاعب للبرنامج اللياقي ورفع مستوى اللياقي، لانه تابع المدرب في مباراه الانصار كان لياقيا اقل من المجموعه، وبالتالي فرض له برنامج لياقي خضع له بكل جديه وحاله مهمه من الناحيه اللياقيه. أقصى ما لديه ويواصل يعني الأداء بالشكل اللي متوقع منه كلاعب كبير ولاعب يعني يعتبر إضافة للدوري السعودي يعني بكامله وليس فقط للهلال، وهذا ما نتمنى أن نشاهده في مباراة اليوم إن شاء الله. يعطيك العافية أبو يزيد. طبعا كان هذا هو حديث عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة نادي الهلال.